انتوا شفتوا هبه توجي وشفتوا لطفي بوشناق. انا عايز اوريكم الوضع هنا عامل ازاي. اتفرجوا وارجوكم ما تضحكوش. قلتموا هي دي القنبله الكبيره بقى. هو ده الزغلول. ده الزغلول الكبير. ولاحظوا عيالنا، اديك في القله العيل ماشي في البيت واديك في الجيركن، اديك في القله. دي ثقافته. بعد ما كان انا ان قدر الاله مماتي ما ترى الشرق يرفع الراس بعدي. اديك في القله واديك في الجيركن. اديك ايه طيب؟ انا حتى عايز افهم المعنى اللي في النهايه لما يديني في القله او في الجيركن او في الحاره. يديني ايه؟ ايه المعنى اللي انا يعني في اغاني قذره نفهم معناها. يا اما شيل ايدك من على ما بلاش تحطي. خلاص فهمنا انها هتمشي جسمها كله. حط ايدها مره هنا ومره هنا ومره هنا. فهمنا. انما القله والجيركن ايه؟ وبعدين يقول لك ايه؟ احنا بنعبر عن فئه من الناس. هو الشعب المصري كله الفئه ديت؟ ده انت عندك ثورتين ورئيسين في السجن. يعني مفيش دراما اكتر من كده. اجيب لك ايه عشان يحرك مشاعرك الفنيه؟ اتفرجوا بقى. شوفوا بقى احنا الوعي ابتدى يبقى عامل ازاي. اتفضلوا اسمعوا. وديع الصافي على رمش عيونها عامله على اليوتيوب 50,000. المطرب المحترم اللي انتوا شفتوه ده ومعاه الراقصه المحترمه صارفي ناز. ايوه عامله 1.5 مليون. وعلى رمش عيونها برضه. هي يعني نفس الاغنيه. هي نفس الاغنيه. بس عشان وديع الصافي ما كانش معاه. انتوا متوقعين ايه؟ متوقعين كمان 2 3 سنين الشعب ده بقى بيتكلم ازاي؟ ايه اللغه؟ ليه الناس عامله كده؟ وليه بيعملوا كده؟ ليه كل الناس عامله كده؟ متوقع يبقى عندك ايه بعد 2 سنين من شعب بيشم وبيضرب بانجو؟ متوقع مستقبل ايه؟ انت عندك معركه وعي مهمه جدا. عندك معركة تعليم مهمة جدا. عندك معركة وجدان وصحصح هيصحى ازاي؟ طب شوفوا الشباب اللي موجودين دول. اسأل اي حد فيهم بيصحى الساعة كام؟ يصحى الساعة كام؟ انا قلت لكم الدكتور بتاعي اداني ميعاد الساعة 8 الصبح بره. ده معناه ان الراجل ده قاعد على مكتبه الساعة كام؟ قلت له بعدين قال لي الساعة 4 بروح ادرس في الجامعة. يعني الراجل ده قاعد من 6 ل 4 والساعة 4 بيروح يدرس في الجامعة ومعاه فلوس قد كده. ده اللي اخترع الدعامة. اخترع يعني كل واحد بيركب دعامة. اتفضل في حضرتك فلوس. ده اللي عنده الامتياز. 2 3 سنين والبلد ديت مش هتعرف تمشي فيها. النهارده عربية ماشية فيها بنتين عاديين على فكرة، محجبة منقبة لابسه خيمه، بتتعاكس وبتتلمس. الشعب المتدين فيها يا جماعه. ايه الاخلاق اخبارها ايه؟ انا والله لا اخوان ولا بتاع ولا كل الكلام ده. ايه قيمه الشعب في النهايه وهو عامل كده؟ مرسي والناس وبتاع قعدوا عايزين ده. انزلوا اعملوا عشوائيات. افتح عربيه فول قدام محل الفول. اقفل ده. العشوائيه هي اللي تكسب. محدش شالهم، محدش ضايقهم. العشوائيه والغوغائيه هي اللي كسبانه في مصر دلوقتي. اللي بيبوظوا الوعي دول زي تجار المخدرات واكتر يا جماعه. حرام ده شباب بيضيع. وتيجي تقول لي ايه؟ اصله مش لاقي. هيشتغل ازاي؟ هو بروح امه بيصحى الساعه كام؟ وبيفوق امتى؟ يا جماعه احنا بنتحايل على ناس تشتغل في بيوتنا. مش لما تبقى تعلمهم. هيتعلم ازاي؟ ده انت سايبه يا جماعه. البث التلفزيوني عامل ازاي؟ انا بقعد اتفرج على القناه الاولى والثانيه. ايه البث التلفزيوني؟ انا بقعد ساعات في باريس اتفرج على وانا ما بعرفش فرنساوي. انا ما بعرفش فرنساوي خالص. 5 قنوات ورا بعض اقلبهم كده بستفيد. بفهم حاجه، بشوف حاجه، بعرف حاجه. بس بقرا كلمه افهمها. انت بتفهم ايه؟ مدرسه بتقدم ايه والاعلام بيقدم ايه؟ كلنا بنعمل ايه؟
يا جماعه في معركه وعي، هنروح في 60 داهيه. البلد كده بعد سنتين ثلاثه الاجيال اللي طالعه ديت في رقبتنا. لازم حد. وزير الثقافه بيعمل ايه؟ احنا عندنا وزير ثقافه؟ وبيعمل ايه؟ طيب فين الفن؟ فين الفنانين؟ لا انت متوقع ان هو يجي يشتغل في قد كذا ويعمل خلاص بلاش. بس شفت ازاي؟ بلاش. شفت ازاي؟ بلاش. يعني بلاش. يعني ما طب موجود ليه؟ فين وزير الثقافه؟ فين وزير التعليم؟ وفين وزير التعليم؟ فين الرؤيه؟ فين يعني انك انت تحس ان في حركه. يا جماعه انا بقالي مده ما شفتش حد غير عادي. المجتمع قاعد يطلع في عاديين لما مت. اما مت من العاديين. يا جماعه انا على تويتر الناس ما تعرفش تكتب عربي والله. ما يعرفوش الهمزه اللي على نبره واللي على الواو تتحط فين وعلى الالف وتحت وفوق، ما يعرفوش الكلام ده. الله يرحم ايام الضرب اللي كنا بنضربه في المدارس. الله يرحم ايام الضرب اللي كنا بنضربه في المدارس. انا عايز افهم بس. امبارح كتبت تويته قلت ايه؟ ان انا بتفرج على حفله الهبه توجي، شيء محترم جدا وشيء فن عادي. راحوا الاخوان كلهم ايه؟ راحوا ملمومين. يا كافر روح اقرا قران، روح. طب انا عملت ايه؟ طب انت تعرف هي مين اصلا؟ طب ما انا بقرا قران واسمع غنى كويس واسمع فن نظيف. هو شعر في الجزيره العربيه والشعراء الاسلام، الناس اللي راحوا في الاندلس دول ما تروحوا يا جماعه تشوفوا القصور والفن والرقي والمعمار والعماره والهندسه الاسلاميه في بلد كل عماراتها ناشعه. كل عماراتها ناشعه. ده انتوا بتعملوا اشياء غير عاديه. ليه؟ لان انت مش متعلم، لان انت مش خريج مدرسه صناعه محترمه، لان المدرس بتاعك ما اتعلمش كويس. يا جماعه البلد دي لازم تتفرمط، لازم تتظبط، لازم الاتقان، لازم حب. يعني زمان لما كان فلسفه وعلم الجمال علم الجمال ده مش ان انا مثلا عايز اوريك، انا مش باصص لك انك تسمع مزيكا كلاسيك ولا بتاع. انا مش عايزك اديك في القله. انا عايزك تبعد عن ده. انا عايز يبقى فيه كلام عادي، يعني كلام بتاع ربنا. يعني نرجع تاني لمحمد سعد واللمبي. صبح صبح يا عم الحاج. كان دي قله الادب عند محمد سعد. يوم ما هنيدي غنى كمننا قلنا لا ايه نفسك في ايه كمان؟ ايه كمننا دي؟ وكان شيء بدايه الاسفاف. احنا فين دلوقتي يا جماعه؟ فين الادب؟ فين الاخلاق؟ فين التربيه؟ احنا بنقعد مع عيالنا قد ايه؟ قد ايه بنقعد نقول للواد تاكل ازاي وتفتح بقك ازاي وانت انتوا بتشوفوا الناس بتاكل ازاي؟ اداب المائده، كل ده في الاسلام. كنت في سويسرا وانا ماشي لقيت. ما لقيتش الا سويسرا. لا احكي لك حاجه تافهه. يعني سويسرا؟ لا لقيت الحنفيات بتنقط؟ لا بتنزل ميه وبعدين في خرم منها مخرومه. قلت ايه السويسريين دول عاملين الحنفيات كلها الميه تيجي تشرب في خرم كده نازل بينزل تحت في حوض تاني. فسالت واحد صاحبي قلت له ايه قال لي عشان الكلاب تشرب، عشان لو في كلب ماشي الميه اللي ماشي. كنت في جنينه انت؟ لا في اي حته. ايوه ما هو لانه متعود الناس ممكن تمشي بالكلب لا في اي مكان. قال لك عشان الكلب. مسلمين. قال لك عشان الكلب. انتوا عارفين ملأ خفاه ماء. الراجل اللي كان ماشي في الصحراء لقى كلب يلهث من العطش فنزل البير وملأ خفاه ماء. فين انا مش طالب حاجات جامده. فين الرحمه؟ فين الطبطبه؟ فين اتفضل حضرتك؟ دلوقتي انت واقف في اشاره. هقول لكم برضه حاجات ليها علاقه بعلم الجمال وبالادب. يجي واحد يقول لك يا حسن ابن الدين يقول لك ياخد فلوس يقول لك ماشي. كان زمان يديك دعوتين يا رب يعلي يا رب يحميك من الاخوان اي حاجه. ماشي يعني ماشي. حضرتك الموضه الجديده دلوقتي تيجي تركن. حضرتك هركن. طب لو سمحت قبضني عشان انا ماشي. الله. طب لو انت ماشي انا اقبضك على ايه؟ يعني انت دورك ان انت حارس للسياره لغايه لما نرجع. يقول لك ايه معلش اخد فلوسي دلوقتي قبل ما امشي. ولو ما اديتوش بقى الفلوس ترجع تلاقيها مخبوطه مسمار.
يا سلام، بيكتب لك اسمه يا حبيبي على ابواب العربيات. ايه السفاله دي؟ عايزين شويه ادب، وانت بتتكلم في كده بس. شويه انضباط، عمرو، شويه اخلاق. عمرو، عايز النقل يمشي على اليمين، عايز النقل يمشي على اليمين. احنا عدد الناس اللي بتموت كل يوم اكتر من الارهاب واكتر من كل حاجه. وعلى فكره مصر غريبه جدا، يقول لك ايه؟ انقلاب سياره ووفاه 9 كده 10. سكاي نيوز بقالها اسبوع عارفين حياتنا ببت اسمها مدلين كانت اتخطفت من 2 واحده، 2 دلائل جديده وبتاع، وعملوا هوت لاين اللي يعرف حاجه عن مدلين يبعت لنا عن مدلين. انتوا مش مسلمين ومسيحيين؟ ده في الدين ولا لا، ولا مش في الدين؟ الادب والاخلاق في الدين ولا مش في الدين؟ ان انت تعدي الراجل. الاسانسيرات يا جماعه، انه لغايه النهارده احنا مش فاهمين انه في المترو لازم الناس تنزل عشان تركب.